للأوتيل وأخيرا. هذا أوتيل اسمه مشليفن، يعني هو فندق 5 نجوم. هو أحلى أوتيل بإفران. أوتيل جميل جدا، الريسبشن شيء مرة حلو. هذه الريسبشن. قاعدين يجهزون غرفتنا طبعا. كذا نظامه زي اوتيلات سويسرا وزي كذا. هو ظلمة مو مبين شوي. شكلهم هنا بيسووا سهرة كده بالليل، بيانو. وهذه الجلسة حقت اللي كان يقعد فيها الملك الفرنسي جورج سانك نابليون بونابرت. شايفين المنظر خيالي دحين عشان صيف، اوكي. اما بوقت الشتاء هذا كله بيكون ثلج. هذا اوتيلنا الجميل. هذه غرفتي، الغرفة كلها خشب، كيوت كده، تحسين نفس كتكوتة. شوفوا، الله يكرمكم دورة المياه جميل. وبس خلاص، شوفوا كيف وصلت، وجهي زيت. يا دوب الحق اغير كده واطلع اتغدى ميت الجوع. هاي، والحين انا لبست وكذا راح اطلع اكتشف المدينة صغنطوطة. أنا طبعا لما فتحت الله يكرمكم دورة المياه لقيت ميزان، زايدة شوي، فعشان كذا قررت ما حاخد سيارة، حتمشى في ذي الأجواء الحلوة. فأنا بحاول استغل قد ما أقدر هنا وجودي هال4 أيام بإفران. حمشي 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 قد ما أقدر. أساسا ليش الواحد ما يمشي يعني في هالأجواء الجميلة؟ حلو المشي وسط هالغابات، ما في أجمل من كده. شوفوا، يعني يجون سياح وكذا يتصورون عنده. شفتوا، هذه مو سويسرا، مو شيء، هذا المغرب إفران. للأمانة والله دولنا العربية فيها مناطق حلوة، بس نحافظ عليها والعقول تتغير بعد، وكمان نثقف أنفسنا شوي ونصير تمام وما نتدخل في بعض. هاي أحمد السعيد، كيفك؟ شوف من معي ويسلم عليك كثير. السلام عليكم، بخير، عيد مبارك سعيد، تبارك الله عليك.